من حتشبسوت إلى منة شلبي، حكاية الستات مع الماريجوانا والحشيش. لو اتفاجئتوا بالكانديز والكيك والحلويات اللي اتمسكت مع منة شلبي وكان داخل فيها ماريجوانا، فحب أفاجئكم أكتر بإن الستات كان ليهم دور كبير في نشر الماريجوانا عبر التاريخ وتحويلها من مجرد مخدرات بتتدخن لحلويات وأكلات، وإن الملكة العظيمة حتشبسوت كانت واحدة من 50 ست لعبوا دور كبير في صناعة تاريخ الماريجوانا. طب إزاي؟ أقول لكم. في كتاب Token Women A 4000 Year Hair Story وثقت الكاتبة نولا إيفانجيليستا علاقة الستات بالحشيش، وبتقول إن في 50 ست عبر التاريخ تمردوا على مجتمعاتهم وكان ليهم تأثير قوي في نشر الحشيش وتغيير طريقة تعاطيه. من أول الستات دول كانت الملكة العظيمة حتشبسوت، واللي كانت بتتعاطى الحشيش بشكل علني. كمان كان في الآلهة باستيت، واللي كانت على شكل قطة وديعة، وكانت كمان بتشجع الستات على تعاطي الحشيش. وإن مع تعاطي حتشبسوت الحشيش بشكل علني بدأت العادات المرتبطة بيه تتغير، فبدل ما كان تدخينه مقصور على الرجالة بس في مصر القديمة، بدأوا يبصوا للحشيش باعتباره الدواء السحري لجميع الأمراض. وفي بردية بتوصف الحشيش أو الماريجوانا باعتباره الصديق الوفي للمرأة اللي على وشك الإنجاب. وبتوضح وثائق البردي إن الطب في مصر القديمة كان بيعمل وصفة بيتم فيها مزج القنب، وهو النبات اللي بيتعمل منه الحشيش والماريجوانا. أطباء مصر القديمة كانوا بيمزجوا القنب مع العسل ويعملوا مزيج يتم إدخاله في مهبل المرأة وقت الولادة لتخفيف آلام الرحم، حتى إن الكتاب وصف الستات في مصر وقتها بالمصريات القديمات السعيدات. صحيح اللي بنحكيه عن ارتباط الحشيش بالستات ما كانش في مصر بس، لأن الأسطورة بتقول إن عشتار، وهي آلهة الحب والجنس والحرب في بلاد الرافدين، كانت طقوس عبادتها مرتبطة بالحشيش. طيب ده زمان، الدنيا بعده اتغيرت ورجع القنب بأنواعه وأشكاله مرتبط بالتدخين والرجالة بشكل خاص. ولكن جات ست وبدأت تغير الثقافة دي. الست المرة دي كانت الكاتبة والروائية الأمريكية لويزا ماي ألكوت، واللي كتبت سنة 1869 قصة قصيرة بعنوان بيريلوس بلاي، بتحكي فيها عن فتاة أمريكية بتنغمس مع أصدقائها في دوامة القنب والمواد المخدرة، واللي بتعيشها في هلوسات رائعة. وفي ختام القصة بتقول واحدة من شخصياتها وهي بتتعاطى كمية كبيرة من الحشيش: تبارك السماء الحشيش إذا كانت كل الأحلام تنتهي هكذا. القصة دي كانت بمثابة تشجيع للستات الأمريكيات على تدخين الحشيش، عشان بعدها ب80 سنة تقريباً يطلع كتاب من تأليف أليس توكلس في وصفات للحلويات. في الكتاب ده لأول مرة نشوف وصفات لحلويات داخل فيها الحشيش، منها وصفة لفادج الحشيش، واللي وصفته الكاتبة بطعام الجنة، وقالت إنه بيكون فعال أكتر لو تم تناوله مع النعناع الساخن. طب وطعام الجنة حسب الكتاب كان معمول من إيه؟ الوصفة بقى، وياريت ما تكتبوش معايا: معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، على معلقة من جوز الطيب، على 4 عيدان من القرفة، على معلقة صغيرة من الكزبرة، ويضاف ليها التين المجفف واللوز والفول السوداني، وكوباية من السكر المتدوب مع الزبدة، وطبعاً كمشة من الحشيش. وبيتم عجن كل المكونات مع بعضها وتتعمل قطع متساوية بس تتاكل باعتدال. وبتقول أليس إن اللي بياكل حتة صغيرة من الحلويات دي بيحس بالنشوة وبموجات من الضحك. والكلام ده كان في الكتاب اللي صدر سنة 54. الخطوة اللي بعدها كمان عملتها ست، ولكن المرة دي في الثمانينات، وكان السبب مختلف تماماً. في الثمانينات عانت سان فرانسيسكو من أزمة الإيدز. المستشفيات اتملت بالمرضى اللي على وشك الموت خلال أشهر قليلة، وكانوا بيدوروا على حل لتخفيف المعاناة النفسية والجسدية اللي بيحسوا بيها. وقتها كان في ست اسمها ماري جين بتدور على حل عشان تخفف ألمهم، فعملت قطع من البراونيز مضاف ليها كميات من الماريجوانا، وكان المريض بياخد نص قطعة قبل جلسة العلاج الكيميائي بنص ساعة، وباقي القطعة بعد الجلسة.
وفعلاً وقتها نجحت خطة ماري في التخفيف عن المرضى، وسنة 1992 فتحت ماري أول مستوصف للقنب الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السنوات الأخيرة بدأت بعض الدول تشرع استخدام الماريجوانا والحشيش يا إما لأسباب طبية أو ترفيهية، وده بجرعات محددة. وبدأنا نشوف متاجر في أمريكا وكندا وبعض دول أوروبا وآسيا بتبيع منتجات مستخدم الحشيش في مكوناتها، ومنها المنتجات اللي اتقبض على منة شلبي وهي في شنطتها، وهي منتجات مصرح ببيعها فعلاً في بعض الولايات الأمريكية. في البداية كان التصريح لأسباب طبية زي التخفيف عن المرضى وتسكين الآلام، وبعدين بدأوا يدوا التصريح لأسباب ترفيهية. ربنا يعافينا ويستر علينا.